اللي العلماء اكتشفوه ممكن يبقى القضية بجد. راس القاضية ممكن، القاضية ممكن. على مدار 24 سنة كانت محطة الفضاء الدولية بيئة مختلفة تماما عن الأرض، مفيش جاذبية تقريبا والإشعاع فيها عالي جدا، وده بيخلي كل حاجة فيها من حركة الجسم لعمل الخلايا مختلفة تماما عن الطبيعي. ورغم الظروف دي إلا إن آلاف الأنواع من البكتيريا والفطريات بدأت تتكيف وتعيش عليها، ومش بس كده، لا دي اتأقلمت وكونت مجتمعات كاملة. والنتيجة إن البكتيريا دي بقت بتنمو أسرع وبتكون طبقات حيوية سميكة عشان تحميها، لا وكمان بقت بتقاوم المضادات الحيوية بشكل أكبر. كل ده عادي. اللي مش عادي إن العلماء لقوا نوع جديد من البكتيريا هناك اسمه الميثايلوبكتيريا. النوع ده ملوش أي وجود على الأرض، يعني اتكون بالكامل في الفضاء، ممكن نقول عليه كائن فضائي. وكمان العلماء وجدوا نوع تاني من البكتيريا عايش على سطح المحطة من بره رغم الظروف البيئية اللي تعتبر قاتلة لأي كائن حي. تخيل بقى وقت تفكيك محطة الفضاء يرجع العلماء ومعاهم ميكروبات فضائية ما نعرفش ممكن تتطور لإيه ولا تهبب إيه في الكوكب أكتر ما هو متهبب. من هنا لحد ده ما يحصل اعملوا فولو، خلونا نوصل ل50,000 مشترك. سلام.